سيظهر كيليان مبابي أمام جماهير البرنابيو الثلاثاء القادم بقميص الريال ويحمل فوق ظهره الرقم 9. 9 لاعبين حملوا القميص رقم 9 مع الريال منذ موسم 1995-1996 إلى الآن لمدة موسم كامل على الأقل، وهم زامورانا، سوكر، مورينيتس، رونالدو الظاهرة، سولدادو، سافيولا، كريستيانو رونالدو، بنزيما، مبابي. علق واين روني أسطورة منتخب إنجلترا على مستوى جود بيلينجهام نجم منتخب الأسود الثلاثة في يورو 2024 قبل المباراة النهائية غدا ضد إسبانيا. وقال روني: قام بيلينجهام بعمل مهم للفريق ضد هولندا، ويبدو أنه وجد التوازن من حيث العقلية، لأنه كان محبطا في دور المجموعات، ومن الجيد أن نرى أنه تجاوز هذه المرحلة. وواصل: منذ ركلته المقصية أمام سلوفاكيا، لم يصل إلى المستوى الذي نعتقد أنه يمكنه الوصول إليه، لكن تواجده في الملعب هائل، وهذا يساعد إنجلترا بشكل كبير. صرح سيرجيو أغويرو نجم منتخب الأرجنتين وفريق مانشستر سيتي السابق بأحقية فينسيوس جونيور بحصد الكرة الذهبية على الرغم من توديع البرازيلي لكوبا أمريكا من دور ربع النهائي. النجم الأرجنتيني السابق معروف عدائه للبرازيل، ورغم ذلك حين تحدث عن سباق الكرة الذهبية رشح فينسيوس لحصدها، وتكلم عن منافسيه الأبرز بيلينغهام ومبابي، متجاهلا تماما وجود رودري نجم مان سيتي ضمن المرشحين للبالون دور. ويأتي هذا مع وجود حملة ضد الريال لترشيح رودري لحصد الكرة الذهبية. تصريحات أغويرو تؤكد أن هذه الحملة ليس لها أي قيمة أو تأثير على أي شخص، حتى أساطير السيتي المفترض أن يكونوا أول الداعمين للإسباني. وهو أمر منطقي، فمن غير المفهوم إطلاق هذه الحملة للاعب ارتكاز مهمته الأولى الوقوف أمام الدفاع لحصد جائزة فردية كبيرة في ظل وجود من هم أحق منه بها. ورغم ذلك لا يزال أمام رودري فرصة لحصد الكرة الذهبية، ولكن ليس هذا العام بالتأكيد، فلو حدث ذلك في المستقبل سيكون تحت تأثير حدث استثنائي وفي ظروف استثنائية. حصل فينيسيوس جونيور نجم الريال ومنتخب البرازيل على عطلته القصيرة بعد توديع بطولة كوبا أمريكا من ربع النهائي، وبعد أيام قليلة سيكون اللاعب متاحا لمدربه كارلو أنشيلوتي لبدء الاستعدادات للجولة التحضيرية. والتقطت قناة تيليسينكو الإسبانية صورة لليخت الذي يقضى فيه البرازيلي عطلته في إيبيزا، حيث يستمتع فينسيوس بالشمس والاحتفالات، وكذلك لديه جيتسوكي ومحاط بالعديد من أصدقائه. كشفت صحيفة آس الإسبانية أن فيدريكو فالفيردي لن يرث الرقم 8 الذي كان يرتديه توني كروس مع الريال فقط، بل سيلعب أدوار الدولي الألماني أيضا في طريقة المدرب كارلو أنشيلوتي. وأفادت الصحيفة أن دور فالفيردي القيادي مع منتخب بلاده الأوروغواي في بطولة كوبا أمريكا يدعم قرار أنشيلوتي بإعطائه القيادة في وسط ريال مدريد. قدم فيدريكو فالفيردي لاعب الريال أداء استثنائيا مع منتخب بلاده الأوروغواي في بطولة كوبا أمريكا 2024. فيدريكو فالفيردي خلال كوبا أمريكا رابع أكثر من مرر خلال البطولة، صاحب أكثر تمريرات ناجحة في الثلث الأخير، الثاني في التسديدات من خارج منطقة الجزاء، العاشر في الافتكاكات في الثلث الأخير. ولا ننسى أنه كان المنفذ الرئيسي لركلات الزاوية مع الأوروغواي، وهي كانت مهمة توني كروس مع الريال. حرص رافا مارين لاعب الريال السابق على توديع النادي الملكي برسالة مؤثرة بعد رحيله إلى نادي نابولي الإيطالي. رسالة رافا مارين الوداعية: وصلت للفالديبياس عندما كنت صبيا يبلغ من العمر 14 عاما، وكنت على استعداد للتضحية بكل شيء حتى أصبح لاعب كرة قدم، ومع حقيبة ظهر ملئية بالإحلام حققت بعض الأهداف، ولكن هناك العديد من الأهداف الآخرى التي يجب تحقيقها. هذه بداية ولا يزال علي القتال حتى النهاية كما تعلمت في الريال.
الآن حان وقت فصل مساراتنا وأن نمضي قدما بمزيد من الطموح والقوة أكثر من أي وقت مضى. اللعب مع نابولي مصدر فخر وحلم آخر، وهو نتيجة للعمل الذي وضعته خلال فترتي في ديبورتيفو ألافيس. شكرا لكل ما هو جزء من الريال ومن ساعدني خلال هذه العملية بفضل حبهم ودعمهم والمودة التي أظهروها لي. سوف أحمل معي قيم التواضع والاحترام وأهمية العمل الجيد والشخصية الفائزة، وهي أفضل إرث لهذا النادي. أشاد أحد اللاعبين النجوم السابقين في نادي برشلونة بالأداء التصاعدي لمنتخب إنجلترا في نهائيات يورو 2024 بعدما بلغ المباراة النهائية التي سيلعبها غدا ضد إسبانيا. وقال المهاجم الإنجليزي الأسبق جاري لينيكر لاعب نادي برشلونة بين 1986 و 1989 في تصريحات إعلامية أن منتخب بلاده لم يبدأ جيدا لكنه ارتقى في مستواه في الأدوار الإقصائية وحقق 3 انتصارات. وأضاف لينيكر أن منتخب إنجلترا يشبه ذهنيا نادي ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مستواه يرتقي نحو الأفضل تدريجيا مع توالي المباريات ممن يعزز فرصه في الفوز والتتويج. قال الصحفي ماريو كورتيغانا أنه من المرجح أن يطلب كارلو أنشيلوتي مدرب الريال انضمام كيليان مبابي إلى الجولة التحضيرية للموسم الجديد. فيريد المدرب الإيطالي ضم مبابي إلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتمكن الفرنسي من استعادة لياقته البدنية للموسم المقبل، والتي ترك بعض شكوك حولها في مشاركته ببطولة اليورو. علق الصحفي خوسيه باديا على حفلات سانتياغو البرنابيو وما حققه فلورنتينو بيريز بعد تجديد الملعب حتى الآن بأنه جنون. فأصبح البرنابيو يدر المال لريال مدريد خلال الأيام التي لا تكون فيه مباريات. حفل تايلور سويفت، حفلة دوكي، عرض إيباي للملاكمة الاستعراضية. ويوم الثلاثاء سيكون تقديم مبابي، ولكن سيكون الدخول مجانا. وكل ذلك بفضل عقلية وإدارة بيريز الرائعة لريال مدريد، والتي جعلته يتربع على عرش أكثر الأندية دخلا وصاحب القوة الاقتصادية الأعلى من بين أندية أوروبا.